كنافة تيكا، البرنامج اللي هيحلي رمضان ويخلي الضحك شغال على الفطار وعلى السحور. رمضان معروف باللمة وبالأكل الحلو وبالأسئلة اللي ما بتخلصش، لكن احنا هنا قررنا نخلي الأسئلة ليها طعم تاني. عندنا 3 فقرات حماسية وكل فقرة أصعب من اللي قبلها. الفقرة الأولى عصير وتحضير واللي جاي تقيل. هنبدأ بهدوء نشرب العصير، بس ما تتخدعوش لأن ده مجرد تسخين واللي جاي تقيل. جاهزين للضحك والتحديات؟ يلا بينا. يلا بينا. ممكن نتعرف عليكم؟ انا مي. انا زين احمد عبد المحسن. عندك كام سنة يا زنزون؟ 8. برافو عليك. اتفضلوا العصير. ممكن نشرب العصير؟ فازي. الفقرة التانية سؤال بأكلة، 3 أسئلة للأم و3 أسئلة للابن، واللي هيغلط هياكل حاجة مش في الحسبان وطعمها ربنا وحده اللي عارف. جاهز؟ جاهز يا زين؟ جاهزة يا مي؟ تمام. تمام. سؤال لمي، ايه اشهر اكله مصريه كانت في الاصل اكله عثمانيه وبقت مرتبطه برمضان عندنا؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ طب اول حرف. ممكن نفكر، يعني ممكن نقول اختيارات. اختيارات ماشي تمام. نخليها اختيارات. صعبت صعبت عليا، خليها الله اختيارات. يخليك انا. الكنافه ولا القطايف ولا الجلاش؟ كنافه. قطايف، بلاش عقاب قطايف. اجابه صحيح. لا والله. جاهزه العقاب؟ اختاري رقم من 1 ل5. 4. لا يعني تمام. ماشي. عقابنا بعدين انا. هستناكم بره. كلها صح؟ على واحده كده. ماشي. والله العظيم بشعة قوي وحياة ربنا. سؤال لزين، حاجة بنستخدمها في البيت دايما وبنستخدم فيها AI، ممكن تكون ايه؟ روبوت في البيت. في البيت. استنى خلاص قربت اعرفها. بتساعد في البيت. بتساعد في البيت. غسالة مثلا. غسالة مثلا. إجابة صحيحة. لا انتوا ده في تفرقة عنصرية. طب هنجيب بسؤال الأم زي الابن. ماشي. انت ليكي اقنعتيني. طيب السؤال التاني، سؤال لمي، مين أول حد اخترع الكنافة؟ انت في ايه؟ حتى قال لك ده انا كنفاني. اول حد اخترع الكنافه؟ طيب مين؟ ابو عادل؟ ممكن يبقى ابو عادل. ممكن تصدقي؟ لا اكيد مش ابو عادل. هو سؤال صعب شويه. هتديني اختيارات؟ ماشي تمام. بس رأفة بحالي. ايوه. الخليفه الاموي معاويه بن ابي سفيان ولا عبد الملك بن مروان ولا عمر بن عبد العزيز؟ معاويه بن ابي سفيان. الله احنا هنيجي في الاسئله السهله. الله عليا. المهم ما تعاقبش. كفايه انا اكلتها كلها كفايه. طيب السؤال الثاني لزنزون، ايه الحاجه اللي كل الامهات او ايه الابلكيشن اللي ممكن كل الامهات تدور فيه على ان هي عايزه تعمل وصفه جديده او اكله جديده عندنا في البيت؟ سهله. تدور فين مثلا؟ هما 2 عادي. عادي. اقول الاثنين. قول الاثنين. شات جي بي تي او جوجل. ولا ده ولا ده. لا هو جوجل صح، شات جي بي تي برضو صح، مؤخرا بقى صح. طب انتوا بتختاروا له اسئله سهله وبتجيبوا لنا الاسئله الصعبه. بنحب. انت مدخلاني في الكنافه مش عايزه تطلعيني منها. مامة زين، السؤال اللي بعده، ايه الاكله اللي بتدخل ناشفه وبتطلع طريه؟ ده ايه ده؟ لحمه مثلا، فراخ، حاجات كده. امال ايه؟ امال ده ايه؟ ده ايه اللي بيدخل ناشف؟ جاهزه للعقاب؟ جاهزه. شكله وحش قوي. لا وانتي مكبراه جدا يعني. ايه الضمير ده؟ ميكس رهيب. لا صعب قوي. الجواب صح. الجواب صح يا زين. هتندم. عجبك العقاب؟ فظيع. نخش في العقاب اللي بعده. نخش في السؤال اللي بعده. زين، ايه الفرق بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات؟ الذكاء الاصطناعي مثلا زي الاي اي كده، تقدري تعملي منه حاجات مختلفة، يعني تقدري تصوري صورة. والروبوت ممكن بيساعدك ويعمل لك حاجة كده. برافو صح. فلات يا زين. العقاب فلات يا زين. إجابة صحيحة يا زين. وتاخد عقاب ولا لأ؟ لا. ليه؟ جرب. لا. الفقرة الثالثة، خلي بالك من لسانك يتشقلب عقلك يتلخبط، واللي يقدر يقول الجملة 5 مرات صح ورا بعض هو الكسبان. تمام؟ نبدأ بمامة زين. تمر طار، لحقت
تمر في لا المطار. ثانية واحدة. انا هقول دي كلها مرة واحدة صح؟ كمان 5 مرات. العقاب ايه؟ قولها لك تاني. التمر طار، لحقت التمر في المطار، المطار طار، والتمر طلع فار. انا عيط فعلا. التمر طار ولحقناه في المطار وراح فين بقى؟ التمر طار ولحقناه في المطار وبعدين ايه؟ بعدين المطار والمطار طار، المطار طار والتمر طلع فار اهو. لا الحمد لله. لا والله. ما تقوليش من الاول، احنا كده في 4 5. التمر طار ولحقناه في المطار والمطار طار والتمر طلع فار. الحمد لله الحمد لله. فنانة. طيب زين، يلا بينا. الجلاش لاش، طلع مهداش، حطيته في الطبق، وقع ببلاش. انت يا ماما. طب اقول بتاعت مي. هتعرف تقولها؟ طب قول كده. التمر طار ولحقناه في المطار والمطار طار والتمر طلع فار. شاطر. طب نقول الجلاش لاش بقى. الجلاش لاش، طلع مهداش، حطيته ببلاش، حطيته وقع ببلاش. وقع ببلاش. ده الاجابه نص صحيحه وهتتعاقب، هيتعاقب ماليش دعوه. ناخد نص عقاب. انا عايزه زين ياخد نص عقاب معلش. لا وعقاب كام؟ طيب ممكن نختار رقم من 2 ل 6 ما عدا رقم 4. ليه؟ اختار 6. 6. تفتكر هيطلع يا زين؟ هي كده حاجه وحشه. ده ايه؟ عايز يا زين العقاب؟ متحمس ليه يا زين؟ حلو حلو. اللي حلاق. حلو قوي. لا هتلفها بقى تاكل المايونيز. ده بسكوت بالكاتشب والمايونيز ايه رايك فيها زين؟ طعم واحد بالكاتشب ولا طعم واحد بالمايونيز؟ الاثنين. بالاثنين؟ لا والله انت كداب قوي يا زين. احنا كده خلصنا فقراتنا. عايزين نعلن الفايز معانا. اكيد انا. تفتكر مين الفايز؟ ما غلطتش ولا غلطه. قد دلوقتي الفايز معانا هو زين. زين. شطور. يلا يا زين. مش انا خسرانه يعني؟ دي بقى هديتنا من تيكا تيك علشان انت كسبت. نستكشف الهديه بتاعتك. كنافة تيك تيك. عجبتك؟ برضو احنا ما نسيناش اللي خسر. ايوه. هديه صغيره. اكيد هديه. اتفضل. مش زي اللي انا اكلته؟ هديه. الله. طب والله حلو قوي. شكرا. جميله قوي والله. بص احلى بتاعتك على فكرة. لا انا احلى. لا حلو قوي. ميرسي ليكوا انبسطتي معانا جدا في الحلقه يا زين؟ انبسطتي معايا يا مي؟ جدا والله. قول لهم باي باي. طيب باي. يلا باي. فركش على يلا. باي. وفي النهايه بنتعلم ان اهم حاجه مش بس نعرف الاجابه الصح، لا الاهم اننا نضحك على اللي خسر. الحلقه خلصت بس التحدي ما بيخلصش. استنونا في الحلقه الجايه، الضحك فيها هيكون اضعاف ومفاجآت اكتر.